حبيته. حبيته وضحك عليا. لا لا، هو ما ضحكش عليا، هو كان بمزاجي برضو. بس حبيته وهو اقل مني ومعاه الاعداديه. حبيته وانا بنت جامعيه. لففني على كل اصحابه وكل قرايبه. نامي مع ده حاضر، نامي مع ده حاضر، متعي ده حاضر 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 حاضر. طب ايه الحكايه وايه الموضوع وايه حكايه البت اللي مقضياها في الشقه دي؟ تعالوا بينا نسمع قصة النهاردة. بس قبل ما نقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحبة مشكلتنا النهاردة مشكلتها خطيرة جدا. صاحبة مشكلتنا طالبة في كلية تجارة إنجليش آخر سنة، يعني لسه ما خلصتش. بتقول أنا عايشة مع تيتا. تيتا حبيبتي جدا، تيتا كيوتة، تيتا جميلة. بابا وماما ملهيين في حياتهم اللي كل واحد فيهم عايشها. ماما انفصلت عن بابا وسابتني، وبابا كمان سابني وعايش حياته. اللي شالت مسؤوليتي تيتا. وسط ده كله بقى اتعرفت على حب عمري. مين حب عمري؟ حب عمري ده حب، ده حاجة جامدة جدا. ايه بيشتغل؟ ايه، مهندس؟ لا. الله، دكتور؟ لا، ما انتي تجارة انجليش يا بنتي. طب يبقى اكيد خريج كلية تربية؟ لا. يبقى تجارة انجليش زيك؟ لا. طب ايه؟ ظابط؟ مهندس؟ مين؟ حيرتينا. بصراحة انا حبيت عامل في محمصة بيشيل اللب يحمصه ويجيب اللب بعد ما يتحمص. ايه؟ عامل في محمصة؟ ايوه، عامل في محمصة. طبعا ده الحوار اللي دار ما بيني وبينها. حبيتي عامل في محمصة وانتي خريجة او هتتخرجي من تجارة انجليش، مع الاحترام لكل المهن، لكن هي بنت في سن مراهقة عندها 20 سنة. حبت عامل في محمصة راجل كبير عنده 33 سنة. حبيته في ازاي يعني؟ كانت رايحة تجيب اللب وجاية تجيب اللب هنا غمزة بتاع عشقة الشهامة. طب يا ريت على قد كده وبس، امال ايه؟ في ايه تاني؟ في انه حشاش، في انه خمور، ضرب حاجات كده، فيه ان في كل العبر. حبيتي فيه ايه؟ اصل انا بحب الرجاله اللي من النوعيه دي. بتحبي الرجاله اللي من النوعيه دي التالفه البايظه دي؟ بتحبي راجل كبير عنده 33 سنه وانتي عندك 20 سنه؟ اه، انا بحبه. حبيته جدا، حبيته فوق الوصف، ورحت معاه البيت بقى على فكره. كمان رحتي معاه البيت؟ اه، والدته ست كبيرة وعاجزة وهو ما عندهمش امكانيات ان هو يتجوز، فقاعد مع والدته. وكان بصراحة بيحاول انه يتجوز، بس ظروفه ما ساعدتوش، وبيحاول عشان يتجوزني بصراحة. بس ايه يعني، والدته عامية خالص ولا نظرها ضعيف؟ قالت لي لا، هي نظرها ضعيف. وهو عايش معاها. وانا كنت انا وهو لما نلاقيها ابتدت تنام عشان ست كبيرة كنت اروح له البيت. لا والله، وامارس معاه حياة طبيعية. ازاي يعني؟ انتي مش بنت؟ قالت لي لا، انا بنت. سطحي كده. طبعا انا استغربت من حوار واحدة عندها 20 سنة مع راجل خبرة. خلاص هو خبرة، ده 33 سنة. شايفين فرق السن ما بينهم؟ 13 سنة. طبعا كل يوم بيعدي فرق سن بيبقى فيه خبرة اكتر، ودي عيلة طايشة. المهم بتقول بقيت معاه على طول، وبقيت اشوفه وهو بيشرب حشيش ويشربني، وبقينا نعمل حاجات كده فظيعة فظيعة مع بعض. وكل ده برضو سطحي. الحمد لله ان هي لسه بنت بنوت. هي بتقول الحمد لله انا بنت بنوت لسه ما حصليش حاجة. طيب تمام. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان هو مرة اتخانق وكان محتاج فلوس وانا مش معايا فلوس، فبعتني لابن عمه. رحت لابن عمه اتكلم معاه علشان يدينا فلوس. قعدت خدت واديت معاه في الكلام، واديته رقم تليفوني، وابن عمه كلمني. قعدنا نتكلم انا وابن عمه. حبيت ابن عمه. يا نهار اسود. وبعدين؟ ولا حاجه. حبيت ابن عمه، كمان حبيت الواد اللي انا بحبه اللي شغال في محمصه. المهم اخدت فلوس ورحت اديتها له، وقعدنا انا وابن عمه نتكلم كام شهر. بعدين احتاج تاني فلوس فبعتني لعمه.
طبعا ابن عمه كان عنده كام؟ كان عنده 36 سنة، وهي عندها 20 سنة، معيلة ماشية تايهة. المهم بعتني لعمه. لما رحت لعمه قعدت اتكلم معاه، راجل كبير عنده 72 سنة، حاول انه يتحرش بيا في قلب البيت، كان قاعد لوحده وحاول يتحرش بيا، حاولت ابعده، المهم ما قدرتش عليه، مجرد برضو سطح. وبعدين رحت على حبيبي اللي هو عامل المحمصة ده، وقعدت اتكلمت معاه وقلت له عمك عمل كذا، قال لي مش اداك الفلوس؟ اداهالك ولا انتي رجعتي مدلدلة؟ قلت له اه اداهالي اهي. خدت الفلوس وبقى على طول يبعتني لعمه، وعمه 72 سنة مش قادر، بس اهو بيعمل شوية حركات وخلاص. شوية ولقيته بيبعتني لصاحبه، وصاحبه جر صاحبه، وبرضه كل ده وهي بنت بنوت. وبتقول حبيت كل دول لان كل واحد فيه ميزه انا بحبها، في اللي بيشرب حشيش وبحبه، في اللي بيشرب خمره وبحبه، في الصايع كده في الكلام ومش المهم ان هي بنت سنها ضايع، سن مراهقه منحرف، بتحب كل القذرين، بتحب كل الشمال زي ما بيقول. المهم بتقول عملت كل ده وفي الاخر امه مش موافقه بيا. قمت مكلماه قلت له يعني إيه امك مش موافقه بيا؟ قال لي امي مش موافقه. من الاخر كده امي كانت بتسمعنا واحنا مع بعض في الاوضه وعارفاكي، وانا جيت بقول لها عايزه اخطب فلانه، قالت لي فلانه مين اللي كانت بتجيلك؟ والنبي ما هيحصل، انت تعمل علاقات ماشي انما تتجوز لا، تتجوزها لا. طبعا انا انصدمت من كلام امه، وكمان انصدمت من انه هو كمان مش واخد رد فعل، وبيقول يعني انا امي بقى واسمع كلام امي؟ طب من امتى بتسمع كلام امك؟ المهم انا انصدمت وزعلت واتضايقت، ورحت لابن عمه اشتكي له، يقول لي طب ما خلاص بقى. قلت له طب مين انت مش بتحبني؟ قال لي عديها الناس لبعضيها. طبعا اعمل ايه؟ رحت اشتكي لعمه، عمه عمل اللي عمله وقال لي يا بنتي دول شباب هفق، تعالي عيشي معايا وملكيش دعوه. قلت له ده انا عايشه مع تيتا، هاتي تيتا وتعالي عيشي معايا هنونس بعضينا، ولا اجي انا اعيش معاكم؟ لقيت الدنيا مفيش حد واقف معايا علشان ارجع له وعلشان يرضى يتجوزني، اصلي بحبه جدا وبحب كل تصرفاته المنحرفه. فانا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي، والنبي حللي المشكله دي يا استاذه لحسن الموضوع خطير. هي دي المشكلة. طبعا هي بنت في سن مراهقة ضايعة 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 يعني. فأنا قلت لها إن اللي انت بتعمليه ده طبعا غلط جدا. أولا فرق اجتماعي خطير ما بينك وبينه كبير جدا، انت جامعية وهتتخرجي ولسه دماغك عيلة صغيرة، ما انتيش مستوعبة اللي انت بتعمليه. لكن لما تتخرجي كده وتشتغلي في وظيفة مرموقة سواء في بنك أو غيره، هتحسي إن ده كله غلط، وهتعرفي ان انت اخطأتي في حق نفسك خطأ كبير جدا، لانك ما نقيتيش فوق المستوى بتاعك. يعني المفروض الواحد لما يجي يتجوز يجيب مستوى اعلى منه برضه شوية او في نفس الليفل بتاعه، علشان يقدر يتأقلم سواء في ماديا او سواء علميا او مهنيا. طبعا غلطتها جامد جدا وقلت لها مفيش حاجة اسمها رجوع، انا ارفض رجوعك لو انت هتتقبلي النقد مني. رجوعك للشخصية دي شيء مستحيل وصعب انك ترجعي له. اهدي كده وبالراحة واتجهي لربنا، صلي، اعرفي ربنا اكتر شوية لان ده غلط، واحمدي ربنا ان انت حتى الان ما ضعتيش ولازلتي محتفظة بانك لازلتي بكر رشيد. طبعا بكر طبعا هي برضو مش مقتنعة بالكلام ومش مستوعبة، هي كل اللي هي في دماغها ان هي شافت واد منحرف مقطع السمكة وديلها فهي عايزاه. ممارسات من اماكن خطأ، وبتقول انا لازلت محتفظة ان انا بنت. طبعا كل ده انا مش عارفة بصراحة اجيبها كده تجيلي كده، اجيبها كده تجيلي كده، هي عايزة كده، هي عايزة كده وعايزة تتجوز الواد اللي هو صبي في محمصة ده اللي عنده 33 سنة. أنا مش عارفة بصراحة، أنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي حطيت صوابعي العشرة في الشق منها ما في محاولة إقناعها، لكن هي مش بتقتنع. وبرضو أصرت إن إحنا لازم نعرض المشكلة على الجمهور، والجمهور ينصحها ويقول لها تعملي إيه وتتصرف إزاي. طبعا أنا عرضت المشكلة وعرضتها باختصار شديد جدا دون أي تفاصيل بتضايق بعض من المتابعين.
يا جماعة القصص دي حقيقية مش تأليف، يا جماعة القصص دي موجودة في أرض الواقع. ودايما هقول إن الجريمة لا تفيد، لكن اللي يفيد في الجريمة إننا بنتعلم منها وبنتعلم من أخطائنا علشان ناخد بالنا ونحافظ على نفسنا وعلى أولادنا. اتمنى من كل المتابعين ومن كل حبايبي اللي متابعين المشكله او معايا لاخر الفيديو، ارجوكم انصحوها وقولوا لها تعمل ايه في الكومنتات وتتصرف ازاي. انصحوها نصيحه اب لبنته، اخ لاخته، انصحوها نصيحه لوجه الله. عيله عندها 20 سنه ما عندهاش حد ينصحها، ما عندهاش حد ياخد باله منها ويهتم بتربيتها، فبتنجرف لاي حد وخلاص. ومجرد حبها للحاجات الشاذة دي برضو ده يدل على انها عيلة طايشة. ارجوكم انصحوها في الكومنتات وقولوا هتعمل ايه، وهتابع كومنتاتكم وان شاء الله تستجيب للتعليقات بتاعتكم. شكرا لكم وشكرا لكل حبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.